الممبار المحشي ده اساسي معانا في سفرة اول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا بقى اقول لكم نعمل ازاي الممبار المحشي بطريقة تحفة من غير ما ولا واحدة تفرقع منك. هنعمله بطريقة سهلة جدا، واقولك على طريقة ازاي تحشي بقى الممبار. لو معاكي 10 كيلو ممبار هتعمليهم بسرعة الصاروخ، وهيطلع معاكي بالحلاوة والجمال ده. ما شاء الله اللهم بارك، طعمه تحفة وشكله تحفة. حابة برضه اوريكم الخلطة بتاعته من جوه عاملة ازاي، حلوة قوي وطعمها تحفة. وهقولك السر اللي يخلي معاكي الممبار مفيش ولا واحدة تفرقع معاكي. تعالوا بقى نشوف عملناه ازاي. اول حاجة انا غسلته برضو في الكبة، خدته في اللفة كده في الكبة بالسلاح اللي هو السيليكون ده. لما تيجي تعملي الممبار ما تعملوش في اللح ده لانه هيقطعهولك ويبوظ. قبل برضو ما اقلب الممبار كنت نقعاه في ليمون وخل وجنزبيل بودر، وخدته برضو لفة في الكبة. بصوا اللي نازل من الممبار اهو. هقلبه بقى على الوش التاني، هغسله برضو حلو كويس جدا تحت الحنفية، واقلبه بقى على الوش التاني. ولما اجي اقلبه واغسله الناحية التانية هوريهولكوا برضو. انا غسلت الممبار تحت الحنفية بالشكل ده وقلبته. بصوا برضو انا بقلبه ازاي. انا بقوم ماسكاه كده من اول الطرف من هنا واقعد اقلب كده اهو، بينقلب معايا بكل سهوله تحت الحنفيه. بصوا بكل سهوله من غير عيدان شيش طاووق من غير اي حاجه اهو. هقلب واحد كمان، بجيب الطرف ده كده وصابع ده وصابعي ده كده بقوم عامله كده اهو، واقوم منزله. بينزل معايا بكل سهوله بالشكل ده. هنزل كده بالممبار، انا مقطعاه طبعا حتت صغيره. هنزل بقى بالملح، دول كده معلقتين ملح كبار. هنزل برضو بالليمون، دول 4 ليمونات برضو. ده دقيق ذرة، انا هغسل بيه الممبار لان الدقيق الذرة بينضف احسن من الدقيق العادي وبيشد الزفارة. هنزل كده بالدقيق. هحط بقى يجي نص كوباية مية كده. انا خلاص خلصت الممبار اهو، ضربته في الكبة لمدة 10 دقايق. بس اما تيجي تعمليه بحط تحته طبق عشان ما يبهدلكيش الرخامة. حطيته في الطبقات واخده بقى اغسله كويس جدا تحت الحنفية. تعالوا بقى نعمل التسبيكه بتاع المحشي. انا حاطه شويه سمنه، معلقه سمنه على شويه زيت. وانزل بقى كده ببصله مفرومه اهي، انا فرماها ناعم في الكبه. هقعد بقى اقلب لحد ما البصله تصفر معايا. البصلات بدأ يصفر معايا، هخليني اقلب فيه لحد ما يصفر معايا خالص. انا عايزاه يبقى مقرمش كده عشان يدي طعم حلو في المحشي. البصله بدأت تصفر معايا، هنزل بقى بشويه توم. احط كده معلقه توم. هحط بقى التوابل معايا، معلقه ملح، معلقه بهارات مشكله، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه كمون، نص معلقه بابريكا. هنزل بقى بكل التوابل كده واقلب بقى. ريحه التوابل اول ما تطلع هنزل بالصلصه واقعد اقلب لحد ما ريحه التوابل تطلع. وبعدين خدت كده اللون اللي انا عايزاه الصلصه، وبعدين بقى انزل كده بالصلصه. خلاص كده الصلصه اتسبكت معايا. هحط بقى الرز. ده كيلو رز اهوت انا غسلاه. الكيلو الممبار بحط له كيلو رز. انا غسلاه طبعا ومصفيه كويس جدا من الميه. واقلب بقى. انا بحط الخضره اخر حاجه. بصوا مش منزله ميه خالص ازاي، ما شاء الله. بصوا كده انزل بقى بالخضره. انا غسله الخضره دي بشويه خل ونقعتها نص ساعه كده في ميه وخل. ميه كتير بقى عشان برضو تنزل اي طينه فيها. انا الخضره بتاعتي عباره عن 3 ربط مشكلين، كزبره على شبت. انا ما بحبش البقدونس، لو عايزه تحطي انتي حطي براحتك. هنزل كده بقى بالخضره. الخضره انا بحطها اخر حاجه خالص عشان تخليها ريحتها كده في المحشي. خلاص كده خلصت ايه خلطه المحشي بالشكل ده. بصوا لونها عامل ازاي، ما شاء الله جميله اهي. ومش سارده ميه برضو خالص. بصوا الصلصه ناشفه ازاي اهي، حلوه قوي. الممبار بقى خلاص نضيفه زي الفل. انا برضو قلبته كده اهو على الناحيه اللي فيها الدهن دي. انا بحشي عليها. بصوا الناحيه اللي هي فيها الدهن دي اهي، انا بحب احشي عليها. بقلبه وبحب احشي الرز يبقى من جوه عشان الرز برضو يتطعم.
انا مش بحب برضو الطريقه اللي هي العاديه ان انا اقعد اخد الممبار كده واحشي كده، انا مش بحب الطريقه دي خالص. في طريقه برضو بالمعلقه هوريها لكم، ممكن برضو تحشيه كده بالمعلقه اهي. بس انا الطريقه دي برضو بصراحه انا مش بحبها خالص. انا الطريقه اللي انا بعمل بيها هقولها لكم. بقوم جايبه ازازه ميه عاديه اهي، واقوم قطعها كده بالشكل ده كده، بعملها زي قمع كده، واحط الرز هنا واحشي بيها. الطريقه دي سهله جدا، بتسهل معاكي، بتخليكي تحشي الكيلو الممبار في اقل من 10 دقايق. طريقه سهله جدا، انا بصراحه بحبها. بصوا بقى انا بحشي الممبار، بقوم جايبه الممباريه كده بالشكل ده اهي، واقوم حاطه الحته دي كده هنا في اول طرف الممبار، واقوم ماسكاه بايدي كده واحشي بقى. في ثانيه هتخلصي صابع الممبار. خد معايا، انا مش عايزه اقولك ان هو ما كملش ثانيه اهو بالشكل ده. وتنضفيه بقى كويس من الرز. انا مش بتخنه قوي برضو لان احنا بنحبه رفيع. بقوم ماسكه الطرف بتاع الممبار كده، واقوم عاملاه كده في الحته بتاع الازازه من هنا، واقوم مطوله الطرف ده شويه كده، واقوم ماسكاه اهي بايدي. بقوم واخده بقى الطرف كده بتاع الممبار بالشكل ده، واقوم واخده الحته اللي هي بتاع الازازه من هنا كده من عند الغطا، واقوم حاطه الممبار كده اهي، والطرف بقوم ماسكاه كده بالصابعين دول، واحشي بقى في اقل من دقيقه تخلصي الممبرايه اهي بالشكل ده. بصوا انا عايزه برضه اوريكم ان الممبار ما تقطعش معايا برضه. انا ما عملته في الكبه اللي هو السلاح السيليكون ده، ما تقلقش منه خالص اهو. دي انا ما كنتش قطعاها اهي، بصوا ما شاء الله ما اتقطعش خالص. بخليه برضو رقيق كده، بحط فيه شويه رز مش كتير عشان برضو الرز بينفش معايا. الطريقه دي بصراحه سهله جدا، انا بحبها من زمان. ما بحبش ان انا اقعد اعمل بالمعلقه ولا بايدي. خلصت الممبار اهو بالشكل ده تمام. حطيت بقى في الميه، حطيت ميه تغلي اهي، حاطه فيها فلفل سليم ابيض، حطيت فيها ورق لورا، حطيت قرنفل، حطيت حبهان، حطيت كوبيبه صيني، حطيت قرفه، حطيت برضو مستكه، 3 فصوص كده مستكه بيضيعوا برضو اي ريحه زفاره. كل التوابل انا حطاها سليمه. هكتب لكم برضو التوابل اللي انا حطيتها في صندوق الوصف. اول ما الميه تغلي هنزل بقى بالممبار، هحط بقى الممبار كده. هو اول ما بيتحط في الميه بيتعمل على طول، بصوا بيكش كده وبياخد شكل الممبار. مش هحط الملح دلوقتي خالص، لما يقرب يستوي كده اقوم حاطه الملح كده. الممبار استوى اهو، هبتدي بقى احط الملح عليه. حطيت كده معلقتين ملح صغيرين، وهسيبه دقيقه واحده بالظبط، وابتدي بقى اطلعه من الشوربه بتاعته. تعرفي ازاي ان هو استوى؟ طلعت دي كده سبتها 5 دقايق تبرد، وقمت ماسكاها كده من هنا من الطرف، لقيتها بقت طريه والرزايه فيها استوت اهي. بصوا الرزايه باينه ان هي استوت اهي كده استوى. هطلعه بقى من الشوربه بتاعته واسيبه لمده 10 دقايق كده يبرد. مينفعش ان انا احمره وهو سخن، لان لو حمرته وهو سخن هيقعد يفرقع في وشي وهيتقطع مني، فيبرد خالص وبعد كده هحمره. انا كنت معليه عليه اول ربع ساعه، وبعد كده سويته على نار متوسطه عشان برضو ما يفرقعش مني وانا بسويه اهو. بصوا الشوربه بتاعته. هسيبه بقى كده 10 دقايق يبرد، وبعد كده هحمره. انا سبته برد خالص، حمره بقى في الزيت، خدش معايا وقت خالص والطريقه جميله. بس اهم حاجه في الممبار ان انت تنضفيه كويس. هبتدي بقى كده اطلع اللي تتحمر، هطلعها على طول، ما تطوليش عليه برضو عشان هو بيتحمر بسرعه. هنزل بقى بالملاحه دي كده
دي عباره عن كمون وشويه توابل وملح. هملح كده الممبار وهو سخن. كده خلصت الممبار بالشكل ده. ما شاء الله اللهم بارك، تحفه تحفه، طعمه حلو قوي. وطريقه حشو الممبار بالازازه زي ما اوريكم، برقبه الازازه زي ما اوريكم في الفيديو. الطريقه دي سهله، بتسهل علينا جدا وبيبقى حلو قوي. عملت معاكم الممبار ونضفته من الالف للياء وعملته بطريقه سهله جدا، عشان ان شاء الله الناس اللي هتذبح في العيد وهيبقوا عايزين برضو يعملوا بطريقه حلوه وينضفوه بطريقه سهله. طريقه الكبه دي بتسهل علينا جدا وبتخليكي تنضفيه بسرعه، ولا تتعبي بقى ولا تقعدي تجردي بالسكينه. بس لو انت ما عندكيش كبه اجرديه بالسكينه او اعمليه برضو بجلده انبوبه. كده خلصت وصفتي النهارده بكل سهوله. عملت معاكم الممبار البلدي من الالف للياء، مش هتشمي فيه ريحه زفاره خالص. لو عجبتكم بقى الطريقه الجميله دي في الممبار ما تبخلوش عليا باللايك، لان اللايك بيرفع الفيديو وناس كتير بتشوفه. فما تبخلوش عليا باللايك عشان اشجع واصور اي اكله انا بعملها، واقول لكم برضو افكار كتير تسهل عليكم في الاكل. ولو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.